السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الاعزاء، يا الف مرحبا بحضراتكم. طبعا ما بنطلعش، ما فيش حاجة نتكلم فيها. طلعنا قلنا العذر للمنتخب ولاعيبة المنتخب رغم اختلافنا الفظيع مع اتحاد البتنجان، وان شاء الله هيغور، وحتى يعني لو كمل مدته هيغور، فمش مشكلة يعني، نصبر على جرى السو والموضوع سهل يعني. فاتك كتير ما بقى الا القليل، وهو ماشي يعني. ده بس طبعا طلعنا رغم ان انا كان المفروض ابقى من اوائل الناس في الكوكب لا اطلع واكسر واقطع في المنتخب وخلافه، انما ده طبعا عيب. احنا لا نرضى بهذا، وانا زعلت جدا من كل الناس سواء زملكاويه او اهلاويه او كل الناس اللي طلعت تقطع في المنتخب بعد الماتش مباشره، وده طبعا لا يصح ولا يجوز. مهما كان اختلافنا، مهما كان حتى يا سيدي لو انت زعلان اسكت يعني. لو انت زعلان من الاتحاد ومش حابب المنتخب اسكت، انما انك تطلع تشنع وتقول وتعيد وبتاع، مفيش حد ما قالش، واي حد يتصنع انه ما قالش لا، كله قال ولبخ وبتاع مش عارف ايه والكلام ده، وده طبعا لا يصح ولا يجوز. هيلعب بكره مع غانا ان شاء الله تبارك وتعالى. وبس الفكره الالوان يا جماعه، الالوان يعني انا شايف، والتعليقات والدنيا والناس كله ليه وزيزو كان وحش، طب مش عارف فلان كان ايه. ده الوان يا جماعه، مش الوان، ده منتخب، ده منتخب. سيبوا المنتخب يلعب، تمنوا له الخير ان شاء الله، ولكل حدث حديث يعني. احنا مش معنى كده ان احنا رفعنا الرايه البيضاء خالص 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 خالص. احنا على موقفنا وعلى عقيدتنا ومبادئنا وكل حاجه وقناعاتنا ان شاء الله تبارك وتعالى. بعد الجو ساعه يا جماعه، بعد ما الفريق يرجع ان شاء الله تبارك وتعالى، نعرف نتكلم بقى براحتنا ونقول كل اللي كان المفروض يتقال او اللي هيتقال، علشان طبعا يعني ايه شماتة في منتخب، لا، شماتة مع مصر لا يجوز، لا يجوز متلكا، ما ينفعش، وبنقولها متلكا اهو، ما ينفعش يعني. كل التوفيق لهم بكره ان شاء الله، ايا كان اللي يلعب. والله 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 انا ما هزعل ايا كان اللي يلعب، انا بس نفسي الكل يعني يآمن ان دي مصر، وكل اللي بيحصل ده للمنتخب يعني. اي فوز اي حاجه هتيجي، رغم ان انا في زملكاويه كتيره جدا زعلوا مني لما قلت الكلام ده على اساس الظلم اللي واقع علينا من اتحاد البتنجان ده وبتاع، انما ماشي يعني. احنا ليه هنظلم مصر والبتاع؟ احنا واخدين موقف وبنقول مش يعني مش هنتابع المنتخب و علشان خاطر الاتحاد. انا ما قلتش ان احنا نتمنى هزيمة المنتخب او خروج المنتخب، انا قلت مش هشجع، مش هتفرج على المنتخب، مش هشجع المنتخب. انا قلت مش هتابع المنتخب ومش هتفرج عليه عشان خاطر اتحاد البتنجان ده. انما عمري ما قلت ان انا بتمنى لمنتخب مصر الهزيمه او ابدا ابدا ابدا. ده منتخب مصر، لا هو اهلي ولا هو زمالك يعني. انا اقدر اطلع اقول انا عايز الاهلي يتغلب مثلا من الوداد المغربي، وكلنا الوداد مثلا، كلنا سان داونز مثلا، ده فرق. انما المنتخب مصر لا يجوز. ان شاء الله تبارك وتعالى كل التحيه وكل التقدير وكل الدعم ليهم والفيتوريا وسيبوه يشتغل، واللي هو شايفه ان هو اللي بيشيل الليله مش حد تاني. يلعب بقى امام، يلعب كهربا، يلعب زيزو، يلعب ياسر ابراهيم، يلعب ده، سيبوا الراجل يعني يظبط. وبرضه مش هنقطع بعد الليله ما تخلص، نبدا نتكلم براحتنا ونبدا نقول كل اللي احنا عايزينه ونقول كل اللي في قلبنا ونبعبع. بس دلوقتي لا يصح ولا يجوز الا الدعم ثم الدعم ثم الدعم. ده بالنسبه للمنتخب ان شاء الله.
المستر عادل الكيعي، مش عايز اجيبها البر. يا اخي عيب، يا اخي اختش، يا اخي اختش، عيب. الناس تقول لك عيب على سنك. مش فاهم انا موضوع ايه سنك وسنك وسنك وسنك. انتوا ناس دماغكم تعبانه يعني. حتى لو واخد على الزملكاوي يقول لك سنه، يا مالي يا سيدي، ماله سنه؟ ايه سنه؟ كبير ولا صغير وبيغلط وبيقل ادبه يعني؟ ايه علاقه السن وردك عليه بانه راجل مسن او شاب صغير او مش فاهم ايه العقيده بتاعتكم دي؟ سنه مفيش الكلام ده. يعني انتوا تخلي مثلا عيل صغير يفضل يشتم ويقول ويعيد عادي يعني؟ انتوا بتدوا له البرميشن او التصريح ان هو يقول له عايزه. ما ينفعش طبعا الكلام ده يا جماعه، ما ينفعش. الغلط غلط، من كبير من مسن من صغير من عيل من طفل، الغلط غلط. طلع يقول له تعالى جنب اخواتك. سفالة وقلة ادب. وما تطلعش الا من عربجية، ما تطلعش الا من بيتهم. هم دول. هو ده اللي قال لك امام كان في بيئة وجاي لنا مختلف. امام من ساعة ما جالكم عديكم بالبيادة فوق دماغكم كلكم. كان عندنا بيعمل ايه؟ حد سمع صوت الامام؟ امام عندنا كان يقدر يعمل مشكلة ان كانت؟ ابدا. جه عندكم صنعتوه النجم الاوحد وبقى يعني هو الولد اللي ملوش حل. حتى ابوه طلع كمان بيفتي. يا عم اسكت تتلم، يا عم اسكت وتلم. مش ناقصاك انت كمان؟ ايه يعني بالتليفون اطلع اتكلم؟ ما كفايه ابراهيم سعيد وكفايه الدنيا كلها اللي عماله شطحه ما حدش عارف يوقفها. انت مين انت؟ اهدى خالص، مالكش فيه، ما تتكلمش. طلع تتكلم كمتفرج اوكي، انما انت طلع يعني ايه؟ ازاي ابني ما يلعبش؟ عنه ملاعب يا اخي. الراجل شايف، ده احنا قلنا في بدايه الفيديو، يلعب اللي يلعبه، هو اللي بتحاسب مش حضرتك. هو اللي بيدفع الفاتوره يا بيه مش انت. محدش يعرفك اصلا. نرجع تاني للبي القيعي وهيمه. قسموا بقى مع بعض. يقول له تعالى جنب اخواتك. واما احنا نقول ايه اللي قال لك شيكابالا انتهى، قول له ده عندها. احنا كفرنا، خرجنا من المله والعياذ بالله، حاشا لله يعني. احنا بصوا اما عشان بس قلنا ايه قول له ده عندها. انما لما الكيعي رئيس شركه الكره في النادي الاهلي، اعظم نادي في التاريخ، اعظم نادي ظهر في الكوكب، رئيس شركه الكره، وما ادراكم ما رئيس شركه الكره في نادي زي نادي الاهلي، يقول ايه؟ تعالى جنب اخواتك. ايه الوقاحه دي؟ ايه الشغل الداون ده؟ ايه بيسموها الايه الوطو ده؟ ايه ده؟ ايه تعالى؟ امال لما انت تقول كده يعني واحد زي حالاتي مثلا، يعني انت راجل، انا مانيش رئيس شركه كره النادي الاهلي، اقدر اطلع اقول كل اللي انا عايزه، انما حضرتك يا بيه لا، ما ينفعش، لا يجوز. والتاني بقى بيقسم معاك، اللي اسمه المنيسي ده بيقسم معاك هو كمان. حاجه مسخره، حاجه مسخره وقله ادب. شغل بيئه، جارو بيئه. احترموا نفسكم. العنطزه والعظمه لله. العنطزه والفتوانه دي بالعكس. بتقلصوا على مرتضى كل ساعه يقول لي امك. امال البيه بيقول ايه؟ سعاده الباشا ده بيقول ايه؟ مش انتوا بتاع حطوا صح؟ حتى نسوانكم عندكم، عفوا يعني نسوان كتير جدا عندكم من تبعكم تقول لك ايه يعني. انا لدرجه ان انا كانوا يقولوا لي ايه وكهرباء حطوا صح. اخر ما زهقت قلت لها حطوا فين يعني؟ حطوا فين يا مدام يعني؟ حطوا فين؟ افهم يعني. ممكن اسال حضرتك سؤال انت وغيرك، حطوا فين يعني؟ عيب قوي ان انتوا تخشوا في سكه زي دي. وانا مش متعود ده بصراحه من حريم مصر يعني، ما اعرفش. على
على دماغنا اخواتنا واهلنا ومش ممكن يعني الاحترام، كل الاحترام لحضراتكم. انما هذا التدني لا 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 كده، اسمه التدني مش الوطوء، التدني. ايه ده؟ احمد سالم بيتكلم بصوا هو كده الحق ورمي باله بقى. الراجل ما قالش حاجه، راجل منتهى الادب، منتهى الشياكه، جنتلمان بجد. راجل وجهه كده، احمد سالم وجه عسل. طلع بيتكلم الكلمتين بتوعه، رمي باله بقى. والاهلي وانت مش عارف ايه، الاهلي مش متعودك، انت بتجيب سيره الاهلي مش عارف ايه، ولو انت هتفضل على كده تعالى جنب اخواتك. ايه قله الادب؟ ايه التدني وقله الادب والمسخره؟ وفي كده؟ احترموا نفسكم، عيب. انتوا ناس ما انتوش يعني، مش هقول ان انتوا واحد يقول لك ايه انت راجل عديت ال80. يا سيدي يعدي ال80 يعدي ال1000، ربنا يديله طولة العمر. الفكره مش قضيه انه عدى ال80 ولا لسه شاب عشرينيه، الفكره في اللي بيتقال يا ناس، الفكره في اللي بيتقال. انتوا كده بتدوا تصريح للشاب الصغير ان يقول اللي هو عايزه ويشتم ويغلط طالما شاب وصغير. ما ينفعش الكلام ده، الغلط غلط. اللي يقول لك شيكابالا انتهى اقول له ده عندها الراجل. حتى الراجل المحترم مذيع الجميل في الماتش ما قالش يعني ايه اللي يقول لك شيكابالا انتهى قول له وما كملهاش. بس ازاي اتقامت الدنيا عليه بطيشه، وقلبوا الدنيا، سابها لهم مخدره هنا وين ومشي. انما تيجي بقى البي يقول لك ايه تعالى جنب اخواتك، عشان هو راجل محترم ما غلطش فيك. انما انا واحد زي حالاتي مثلا، انا لن ادعي مثلا ان انا يعني ان انا راجل ليا كارير او ليا اللي اخاف عليه ولا 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 ولا. ما انت لو جيت يعني مجازا، لو جيت قلت لي حاجه زي دي بصوا هتبقى مصيبه، هتبقى مصيبه، هخليك ما تسواش 2 جنيه او 2 دولار. خلينا عشان راجل امريكاني، ما خليك تسوى 2 دولار. ده بعت لي واحد رساله بيقول لي الشيب ده لو راجل ما يتنزلش. قلت له لا، الشيب ده لو راجل كان لعب في وشه البخت قدام الكل، قدام الكل. انما ماشي، قدر الله ما شاء فعل. عموما كل التحيه كل الدعم للمنتخب. ويعني احنا مش يعني مش احنا بس بنحط صباط، انما عشان هم يتعادلوا ده جلبتنا بالطبع، والطبع في الغالب. دول يا عمي دول معسكر احمر يا عم، يا عم معسكر احمر. التدني بعينه، الشغل بعينه. يعني ما يبقى راجل يعني، يا ريته مذيع، يا ريته مذيع يا جماعه. ده رئيس شركه الكوره. وطبعا اللي بيتكلم مش عايز يغلط، عشان طبعا كل واحد بيخاف على كاريره وعلى شكله العام وبتاع مش عارف ايه والكلام ده. انما الحمد لله احنا ما فيش حاجه نخاف عليها، فاحنا بنتكلم بمنتهى الطلاقه يعني. عموما اشوفكم على خير، ورب نقدر نطلع لايف النهارده كده نتكلم مع بعض شويه واشوفكم على خير. السلام عليكم.